دايما بتحبي تكوني باحلى مظهر لإلك، دايما حابه انك انت تكوني مهتمه بكل التفاصيل، بيتك نظيف، اولادك مترتبين، شكلك على سنجة 10. هذا معناه انك انت دائما عم تسيكي للبرفكشن وتحاولي انك تكوني الام المثاليه. هل هذا اشي واقعي؟ لا، في فرق ما بين الام المثاليه والام الواقعيه. نحن دائما بنسعى لانه نحن نكون احسن ونحاول انه نطلع احلى اشي نحن بنقدر عليه في حياتنا الشخصيه، في بيتنا، في شغلنا، بس ما دائما الحياه وظروف بتساعدنا انه دائما نوصل للبرفكشن. فهون لازم ننتبه كتير منيح على انه انت كأم ممكن تكوني ام بتحاول انه هي توصل للكمال، بس طبعا ما في حدا كامل في الدنيا، توقع باشياء وفي اشياء ما بتزبط معاها. في يوم من الايام هي دائما بتحاول انه تحط روتين لاولادها وتاكلهم اكل هيلثي وتخليهم ينزلوا تمارينهم وهي شكلها مرتب في البيت وبيتها نظيف. وفي يوم من الايام ممكن عادي انه انتوا تطلبوا اكل من برا، ممكن انك انت تكوني شكلك عادي في البيت، وممكن اولادك يوم يغيبوا عن المدرسه بدون اي سبب. انك انت تكوني ام واقعيه هذا اشي طبيعي جدا. اما انك انت تكوني ام مثاليه فصدقيني حتى لو استمر الوقت ما رح تقدري تستمري لفتره زمنيه طويله، لانه بالاخر رح يكون الكيرف تبعيتك كيرف كتير نازل لتحت وداون، لانك انت رح تتعبي من كتر المسؤوليات والمجهودات اللي عليكي. هلا هون نحن شرحنا شو الفرق ما بين الام المثاليه والام الواقعيه. الام الواقعيه هي الام العاديه اللي بتحاول دائما تعمل الاشياء بطريقه كويسه، يلي بتحس انه لو قصرت في شيء معين هذا شيء طبيعي وعادي، بتحاول انه هي ترجع تشتغل وترجع على نفس الرتم اللي كانت عليه. اما انك انت تكوني دائما ام مثاليه فهذا الشيء رح ياثر عليكي سلبيا وحياثر على الاولاد بطريقه مش كتير مفيده، يعني ممكن نقول عليها كمان طريقه سلبيه. فنصيحتي لإلك انك انت عيشي حياتك، استمتعي بوقتك، استمتعي مع اولادك، حاولي انك انت تعملي الاشياء الصح بدون ما تيجي فيها على نفسك او تيجي على بقيه افراد الاسره، عشان نقدر نطلع منك احلى شغل واحلى نتيجه في تربيه اطفالك. ولو باي وقت من الاوقات حسيتي انك انت محتاجه بريك، ما تستحي انك انت تطلبي المساعده من اهلك، من اصدقائك، من زوجك في البيت، لانه هذا شيء طبيعي وحقك كأم او كسيده انك انت تاخدي هذه الفتره الزمنيه من حياتك في انك انت ترتاحي. فحبي نفسك، حبي عيلتك واشتغلي عليها، بالاكيد رح توصلي نتيجه ترضيكي وترضيهم. خليكي دائما معنا خطوه بخطوه لتوصلي لاحسن نتيجه بنفسك ومع أطفالك.